السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذه أبرز العناوين. مغامر سعودي يفضح القوى الضاربة الجزائر أمام العالم. فضيحة مدوية لمسؤول جزائري أثناء استقبال منتخب غانا. توضيح هام من الجامعة الملكية بخصوص الجزائر. تقرير خطير تنشره صحيفة لوموند عن النظام الجزائري. تصريحات خطيرة من إسبانيا اتجاه الجزائر. المغرب وإسبانيا اجتماع رفيع المستوى عما قريب. الخارجية المغربية تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى. تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ ندعوك بدعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أهلا بكم من جديد. فضح مغامر سعودي دولة الجنرالات التي لا تتوقف عن وصف نفسها بالقوة الضاربة. المغامر السعودي ذاته الذي جاب العالم على دراجته الهوائية، وبعد وصوله للجزائر ظن أن عجلة الزمن عادت به للوراء. وقال المغامر السعودي إنه وجد صعوبة في كيفية دفع مقابل الإقامة في الفندق، بعدما أخبروه أنه لا يمكنه استخدام بطائقه البنكية. وأضاف المتحدث ذاته أنه لم يكن يتوقع أن لا يجد في الجزائر ومدنها الكبرى أين يستخدم بطائقه البنكية، ويأتي هذا في وقت يتبجح النظام بكون الجزائر قوة ضاربة وتعيش عهدا جديدا في ازدهار وتقدم. وسقط عضو في الاتحاد الجزائري في موقع لا يشرف بالبلاد وأمام عدسات الإعلاميين حينما استعان بتطبيق ترجمة جوجل حتى يتمكن من تقديم كلمة ترحيبية لمنتخب غانا خلال استقبال بعثته في الجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين الشان. وعجز عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجزائري حكيم مودان عن حفظ بعض الكلمات بالإنجليزية لترديدها أثناء استقبال المنتخب الغاني، وإذ اضطر للاستعانة بتطبيق ترجمة جوجل لإلقاء جملة ترحيبية على الوفد لحظة حلوله بمطار العاصمة الجزائرية. وتسبب عدم التمكن من إلقاء كلمتين للترحيب بالضيوف من طرف مسؤول كبير بدولة الجزائر في موجة من السخرية من طرف متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. وأثار هذا الموقف استغرابا واسعا بسبب عدم قدرة المسؤول الجزائري على حفظ كلمتين باللغة الإنجليزية قبل استقبال المنتخبات المشاركة. وتعليقا على خبر رفض السلطات الجزائرية شرط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمشاركة في كأس إفريقيا للاعبين المحليين الرامي بالتوجه عبر رحلة مباشرة من المملكة إلى الجزائر. وكشف مصدر من الجامعة الملكية أن هذه الأخيرة لم تتوصل لحدود اللحظة بالقرار النهائي وبإشعار رسمي يؤكد رفض الجزائر سفر عناصر المنتخب المغربي عبر رحلة مباشرة من مطار الرباط سلا لمدينة قسنطينة الجزائرية. وتبع المصدر ذاته أن الجامعة بدورها تنتظر القرار الجزائري من الاتحاد الإفريقي والذي سيحدد إمكانية مشاركة المنتخب المغربي في المنافسة التي تنطلق في 13 من يناير الجاري بالجزائر. ويبدو أن وزير الرياضة الجزائري ينتظر الضوء الأخضر من كبرانات العسكر قبل الرد على الطلب المغربي بعد قرار إغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المغربية. ووضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع المسؤولين عن قطاع الرياضة في الجزائر في موقف محرج بتهديده بالانسحاب من المشاركة في الشان في حالة عدم الترخيص لطائرة الخطوط الملكية المغربية بالتوجه مباشرة إلى الجزائر. ووضع لقجع المسؤولين الجزائريين أمام المحك بخصوص قدرة الجزائر على تنظيم كأس إفريقيا عام 2025 التي ينافس فيها المغرب و4 دول إفريقية أخرى.
وأكدت اليومية الفرنسية لوموند اليوم الثلاثاء أن النظام الجزائري يواصل هروبه إلى الأمام من خلال قمعه لحرية الصحافة، كما ينهج مزايدة سلطوية فاشلة. وكتبت الصحيفة أن صورة صحفي مكبل اليدين هي مروعة، بينما صورة إغلاق وسيلة إعلام تعد مخزية، مضيفة أنه باعتقال مدير ومؤسس راديو إم ومجلة مغرب أميغيان إحسان القاضي يوم 24 دجنبر الماضي، وكذا مداهمة مكاتبه وإغلاقها. كانت السلطات الجزائرية تعي وقع الصدمة التي قد تثيرها مثل هذه المداهمة التي قامت بها الشرطة سواء داخل الجزائر أو خارجها. وذكرت لوموند أن إحسان القاضي الذي وضع يوم 29 دجنبر رهن الاعتقال هو رمز للصحافة الجزائرية المستقلة، حيث برز بتغطيته هو وفريقه للحراك حركة الاحتجاج الشعبي التي نشأت في الجزائر عام 2019 حول مطالب ديمقراطية. وأشارت إلى أن تشديد القمع بذريعة إجراءات مكافحة الكوفيد في العام 2020 لم يخف الحراك الذي ضرب النظام الجزائري اليوم أحد رموزه. وأضاف كاتب الافتتاحية أن النظام الجزائري لا يبدو قلقا كثيرا بشأن التأثير الكارثي لهذا الاعتقال على صورته. وسجل الكاتب أن الإعجاب الذي رافق مشهد تظاهرات الحراك السلمية والتي جددت بشكل جذري أن النظرة التي يحملها العالم على الجزائر لم يعد سوى ذكرى بعيدة، مضيفا أن الوقت اليوم هو للصدمة حيال السياسة القمعية المتهورة لنظام دخل في دفعة انتقامية بعد أن كان يخاف على بقائه. وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف القطب الإعلامي لإحسان القاضي ليس سوى الحلقة الأخيرة من حملة منهجية استهدفت منذ عامين معاقل الحراك المتبقية، مسجلا أنه بينما تم الدفع بالعديد من وجوه الحراك إلى المنفى للفرار من السجن، أصبح اليوم أي منتقد للنظام الحاكم معرضا لاتهامات باطلة بالإرهاب أو التخريب. وأضافت اليومية الفرنسية: أصبح الجو خانقا للغاية لدرجة أن الجزائريين أضحوا يعتقدون أن تعددية الرأي كانت أفضل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رغم قضايا الفساد والمحسوبية التي تورط فيها، مسجلة أن نظام الرئيس عبد المجيد لا يزال يشعر بالثقة الكافية لتجاهل الأضرار الجانبية لتصعيده الاستبدادي. وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه في الداخل يعتقد الرئيس الجزائري أنه يستطيع شراء السلم الاجتماعي مع انتعاش أسعار النفط وفقا لسيناريو مثبت لكنه غير مستدام. أما في الخارج فإنه يعول على استعادة الانتماء الاستراتيجي للجزائر، عملاق الهيدروكربونات الذي يتودد إليه الأوروبيون بحثا عن بدائل للغاز الروسي. وختمت لوموند بالقول: يجب أن يكون الجميع مدركين تماما للمأزق الذي وضع النظام الجزائري فيه نفسه، ومن الوهم أن نرغب في تعزيز الجبهة الداخلية كما يقول النظام بخنق المواطن المكون الأساسي لأي أمة. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد، وذلك في حوار للأخير مع وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس. وأضاف خوسيه مانويل ألباريس إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر مفيد للطرفين، لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر. وأكد ألباريس وجود إجراءات يمكن اتخاذها ضد الجزائر في حال ما استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن إسبانيا مستمرة في سياسة اليد الممدودة وتثق في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري، في إشارة إلى عدم وجود رغبة من مدريد في التصعيد.
ومن المنتظر أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية في غضون الشهر الجاري، ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ سنة 2015، حيث كانت الاجتماعات السابقة قد تعذرت لأسباب مختلفة، منها جائحة كورونا، ثم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي أرخت بظلالها على العلاقات الثنائية لأكثر من سنة. وتفجرت تلك الأزمة بسبب المواقف التي أبدتها الجارة الإسبانية بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث كانت مدريد قد تحركت في ذلك الإبان في محاولة لإقناع واشنطن بالتراجع على موقفها، وهو ما لم تنجح فيه. وزاد من تأزيم الوضع استقبال إسبانيا لزعيم تندوف إبراهيم غالي من أجل العلاج من كوفيد، وهو ما رأت فيه الرباط استفزاز من الجانب الإسباني وتقويض الثقة بين البلدين. واستدعى المغرب من جانب واحد سفيرته في مدريد على خلفية ذلك الحادث. ولم تتحسن العلاقات بين البلدين، تقول العلم، إلا بعد مرور أكثر من سنة بعد التحول التاريخي للموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية واعترافها بالحكم الذاتي المغربي بعد رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لجلالة الملك واستقبال جلالته له في 7 أبريل من السنة الماضية. وعرفت العلاقات بين البلدين إثر ذلك دينامية جديدة، حيث أبدى البلدان استعدادهما لمناقشة كل القضايا الثنائية. وخلال اليومين الماضيين أكد خوسيه مانويل الباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني أن اجتماع رفيع المستوى مع المغرب سيعقد في الأسبوع الأخير من يناير الجاري. وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية في حوار مع وكالة أوروبا بريس على أن القمة ستعطي زخما جديدا للعلاقة الثنائية بين البلدين، لافتا الانتباه إلى أن التجارة بين البلدين قد زادت بنحو 30% هذا العام 2022. وأفاد الباريس بأن اللجنة العليا المشتركة بين المملكتين ستصادق على إعادة فتح الجمارك الجديدة في سبت المحتلة. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني أن إرادة البلدين هي الانفتاح تدريجيا، مشددا على أن هناك صورا من الماضي لا نريد رؤيتها مرة أخرى، مستبعدا ظهور ما يسمى بالتجارة غير النمطية، في إشارة إلى أنه يجب أن يكون افتتاحا تدريجيا على وجه التحديد حتى لا نعود إلى أخطاء الماضي، وصفا المغرب بالشريك الموثوق والاستراتيجي. كما ستناقش اللجنة مسألة الهجرة وترسيم الحدود البحرية التي تطرح عدة مشاكل خاصة تلك المقابلة لجزر الكناري، حيث أن الحكومة المحلية للجزر تضغط في اتجاه انتزاع مكاسب على حساب المغرب. كما ستتطرق اللجنة إلى مسألة التحكم في أجواء الأقاليم الجنوبية التي ما زالت إسبانيا تحتفظ به بالرغم من مرور أكثر من 45 سنة على جلائها، وتسليم سلطات المنطقة للمغرب الذي استعاد أقاليمه. وأعرب مصدر مأذون في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الثلاثاء عن إدانة المملكة من منطلق مواقفها الثابتة اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك. وأكد المصدر أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس تدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى والحد من التصعيد وتفادي الأعمال الأحادية والاستفزازية. وصباح الثلاثاء اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية وسط إدانة فلسطينية واسعة. وانحاز قصر المرادية على نحو متزايد إلى قصر الكريملين رغم العقوبات الأمريكية الأوروبية المفوضة على المارد الروسي بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، حيث يرتقب أن تشارك الجزائر في تدريبات عسكرية جديدة مع روسيا بهدف تعزيز التعاون الحربي بينهما. وتنخرط الجزائر في هذه المناورات الجديدة التي لم يتم تحديد تاريخها بعد من طرف وزارة الدفاع الروسية قصد التمرن
تبني على التحركات التكتيكية لتدمير الجماعات المسلحة غير القانونية، في الوقت الذي يدعم فيه القطب الروسي قوات فاغنر النشيطة في مناطق جغرافية عدة بالعالم. وأثار التقارب الجزائري الروسي في مجال الصفقات العسكرية على وجه التحديد توجس المنتظم الدولي اعتبارا لتورط موسكو في اندلاع الأزمة الأوكرانية التي انعكست بالسلب على الأمن الغذائي والطاقي العالمي. لكن الرئيس الجزائري تشبث رغم ذلك بالشراكة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وغاب الرئيس الجزائري عن القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت منتصف دجنبر الفائت، الأمر الذي أرجعه عدد من الباحثين السياسيين إلى الرفض الجزائري للضغوط الأمريكية الرامية إلى عزل روسيا، وهو ما سيسهم بالتأكيد في توتر العلاقات مع القطب الأمريكي. وفي هذا الصدد قال عبد الفتاح بلعميش أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد في مراكش إن إصرار الجزائر على إقامة المناورات المشتركة مع روسيا يجعل النظام الجزائري في مواجهة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في الظرفية الراهنة التي تعرف فيها التوازنات الدولية تغيرات جوهرية أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الغاز في السوق الدولية. وأضاف بلعميش في تصريح لجريدة هيسبريس الإلكترونية أن هامش الاختيارات بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية بات محدودا في خدمة مصالحها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه بات واضحا بالنسبة لمستقبل المنطقة التي أصبحت فيها روسيا من الدول التي تبحث لها عن موقع في إفريقيا، ذلك أن المصالح الاقتصادية تشهد منافسة دولية كبيرة في المجال الإفريقي، وهو أمر يدبر في حدود المصالح والشراكات المختلفة. وأضاف إلا أن الجوانب الأمنية ليست كذلك، خصوصا ما تثيره من مخاوف على صراع النفوذ الدولي الذي لا يمكن بأي حال أن يسمح بتجاوزه من قبل دولة في شمال إفريقيا، بالعمل على محاولة تغيير الأمر الواقع في المجالات الأمنية وتعريض المنطقة لتوترات جديدة هي في غنى عنها. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي هذه النشرة الإخبارية، فلا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ونراكم في النشرة الإخبارية القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.